بلا بيض وبلا زبدة اجي تحضري معايا احسن خبز البرجر احسن من ديال المحلات. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم نقدم لكم برجر ديال الدار 100% وجد اقتصادي. خليكم مع الطريقة ومقادير التحضير. كنحتاجو كاس ديال الحليب كنديرو في واحد الكاسرول كنزيدو عليه كاس ديال الماء يكون عادي وكنخليوهم يسخنوا فوق البوطه. ملي كيسخن لينا الحليب مزيان مع الماء كنديرو في واحد البول اللي غنخدمو فيه كاع داكشي اللي بغينا، وكنديرو 4 المعالق ديال سنيده يكونوا صغار، وكنديرو 2 معالق ديال خميره الخبز ورشه ديال الملح. رشه الملح تكون كبيره يعني محترمه. كنخلطو مزيان داك العناصر نغطيوه ببلاستيك غذائي وكنخليوه يرتاح مزيان. من بعد ما كدوز واحد نص ساعه من بعد ما كيخمر لينا وكيتضاعف الحجم ديال الخليط كنشدو نص كاس ديال الزيت كنضيفوه للخليط ديالنا وكنستمروا في التحريك بهذه الطريقه كما كتلاحظوا في الفيديو. وكنبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه تدريجيا كندخل كاع الدقيق اللي عندي. ممكن تنسموا بالفاني الا ما كنتوش غديروا اللي ما كنتوش غتصايبوا به البرجر ممكن تنسموا بالفاني وتعمرهم بالشوكولا، ولكن هنا انا ما نسمتهم حتى شي حاجه خليتهم عاديين حيت غادي نعمر بهم في الاخر ونصايب بهم البرجر ديالي. من بعد كندير واحد رشيشه ديال الزيت من بعد ما دخلت نص كيلو ديال الدقيق في هذا الخليط هذا. كندير رشيشه الزيت في الاخر وكنحاول انني نجمع ديك العجين اللي كيكون جاري كما كتلاحظوا. العجين كيتلصق في الاصابع، ضروري هذه المرحله هذه باش كتصدق معكم. الخبز ديال البرجر اولا دوك الكريسات كيجيو مفشفشين بزاف بحال هكا. كتبقاو تستمروا بحال الشكل ديال العجين السفنج. وهنا من بعد ما جمعتها ودخلت فيها داك الزيت اللي درت في الاخر يعني غير شيشه كنشدها كنغطيها بلاستيك غذائي. راني دخلت فيها نص كيلو ديال الدقيق خليت فيها فقط واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق. هنا من بعد واحد نص ساعه ديال الخمير خليتها ترتاح على جنب ومن بعد كنشدها كندير لها شويه ديال الدقيق رطب حيت كتكون رطبه بزاف وكتكون كتلصق في الاصابع. وكنبقى بحال هكا كنحيدها من البول ديالها وكنحطها فوق طاولة العمل اللي غادي نبدا نكور فيها ونقرص فيها قريصات صغيورين يكونوا في نفس القد. بهذه الطريقه هذه كنستمروا يعني هنايا كتكون العجين ديالنا مرخوفه بزاف وغير بشويه كنحاول انني ما نفشفشهاش بزاف من ديك الخميره اللي فيها غير بشويه عليها. هنا كنحاول نقرص قريصات يكونوا في نفس القد. يعني الا كان عندكم ميزان من الاحسن ما كانش ماشي مشكل عينك ميزانك. كتستمري بهذه الطريقه هذه كديري داك الكريسات راه بلا زبده بلا بيض بلا حتى شي حاجه. المقادير جد سهله غنخليكم في صندوق الوصف. كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء ونص كاس الزيت ونص كاس ديال السنيده والملح والخميره ديال الخبز وهانتي موجده. احسن خبز البرجر احسن ما تمشي تشريه من برا، صحي ومفيد يعني. وعرفتي شنو درتي فيه وفي الدار على يديك ماشي بحال ديال الزنقه. وركزوا لي على الوريضه الله يخليكم وقولوا لي بالصحه والراحه. المهم هنا كنكمل بالتكراس كما كتشوفوا كندير الكريسات ديالي يكونوا قد بهذه الطريقه هذه غير بشويه عليا حيت العجينه كتكون كتلصق بزاف. يعني ديما الطحين ولا الزيت ممكن تستعملوا الزيت، انا استعملت غير الطحين ما درت كاع الزيت. كنحاول غير بالطحين هكا بشويه بشويه باش نجمع داك الكريسات ونحطهم في الطاوه اللي غادي ندخلها للفران، ولكن ما غندخلهاش دابا للفران بطبيعه الحال. مازال طريق طويله، مازال خصنا نخليهم يخمروا. مازال من الاحسن الا كنتو غادي تخدموا بهم في نفس النهار صايبوهم في الصباح بكري باش يلا كيخمروا ويرتاحوا مزيان مع الوقت مع الحال بارد بزاف. ولا كتسخنوا الفران وكتدخلوا الطاوه ديالكم الفران وتطفيو على الفران يكون سخون وتدخلوا الطاوه باش تخمر لداخل، تخمر في الفران لداخل. هنا هما الكريسات كما شكلتهم معاكم درتهم فوق واحد الورق اللي يكون ما كيلصقش من الاحسن، ولا دهنوا بالزبده مزيان الطاوه ديالكم. وكنجيب واحد السيركل اللي كنخدموا به الحرشه صغيره كنجيبوه ولا غير شي غطايه عندكم ولا اللي كان وكتحطوه بحال هكا وكتبقاو تقرصوا في العجين شويه بشويه. تتبقاو تحصروا بحال هكا على الكويرات. المهم ما عرفتش يقولوا ليها كتقرصوا يمكن ولا ما نعرف شنو كيقولوا لها. المهم كتبقاي تحصري بحال هكا على دوك الكويرات باش ما كيجيوشكم غلاض بزاف ملي كيطيبوا معمرين باللبابه.
باش كيجيكم مفشوشين ورطيطبين زويونين. وكتبقى تستمروا بحال هكا كل وحده بوحديتها، وكتبقاي تدقي عليهم بحال هكا. داك السيركل غير باش كيحافظ على الشكل الدائري ديالهم وصافي، يعني ما عنده حتى شي دور بالنسبه لشي حد الا ما عندكش، ماشي مهم. بحال هكا كتبقاي تحطي يديك بشويه بشويه، كتخويها من داك اللبابه وصافي، كتغطيها وكتخليها تخمر. ممكن تدخليها الفران يكون سخون ولكن يكون مطفي، غير تسخنيه مزيان وتخليه. انا خليتها جانبا حيت كاين الوقت. المهم هنايا كندير واحد البيضه مع شويه ديال الخل، قطرات شويه د الخل باش كنحيد داك الزفوريات البيض، وكنبدا ندهن بحال هكا من الفوق، كندهن وحده بوحده بشويه عليا. ومن بعد ملي كنسالي الدهين كتزوقوها نتوما باش ما بغيتو. ممكن تزوقوها بجنجلان، ممكن تزوقوها بالشوفان، لكم الاختيار. هنا راه كيخمروا كيبان الحجم ديالهم انهم ضاعف، يعني ما كيبقاوش نفس الحجم كما كانوا في الاول، راه باينه. نتوما غادي تعرفوا بحال هكا كتخليو هما كيحتاجوا الوقت بزاف كيخمروا. انا بقاو ليا شي ساعه بحال هكاك وهما غير مغطين ومحطوطين حتى خمروا على راحتهم. وياكم انكم تبقاو كل ساعه تخرجوهم من الفران، مثلا يدخلوهم الفران يخمروا ليه في الفران، ما تبقوش كل ساعه تخرجوا، راه غادي يطيحوا. ديك الخميره غادي تطيح، ما غاديش تبقى طالعه. هنا راه غترشوهم باش ما بغيتو، ذوقوهم بالجنجلان، ذوقوهم بالشوفان، ولا خليوهم هكاك بساط سامبل من الاحسن. اللي بغى شي حاجه يديرها. ولا كاين الجنجلان الابيض بحال اللي كيكون في الخبز البرجر، ممكن تجيبوه حتى هو تذوقوا به. هنا صافي من بعد ما زوقت راني سخنت الفران مزيان ودخلتهم يتحمروا من التحت، ومن بعد طلعتهم يتحمروا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. واخيرا سالينا الخبز البرجر حيت هو اللي كيشد الوقت بزاف، كيتعطل بزاف صراحه في الخدمه حيت خصو يخمر ويرتاح مزيان. هنايا راني كنحلها قدامكم، راه كتجي مفشفشه وزوينه ورطبه. هذا هو الشكل ديالو. انا كلشي على الوريضه هانتوما كتشوفوا. انا كنشد الكفيته ديالي من بعد ما خرجتها من الفريكو. المهم كتشدوها كتحطوها في واحد الاناء غادي تخدموا فيه. درت انا واحد خيزو محكوكه، واحد بصله صغيره محكوكه، وشويه الكمون، شويه ديال الكركم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار، هانتوما كما كتشوفوا، شويه ديال التحميره، شويه الملح. ومن بعد كندير شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. ولا عندكم شي بيضه كديروها، ما عندكمش ماشي مشكل. وانا كان ممكن نضيف هنا حتى الكورجيت، ممكن تشدوا واحد الكورجيت وتحكوها، كتعطي واحد المذاق زوين ديك الكفيته وكتجي صحيه اكثر. يعني ما امكن تحاولوا تدخلوا الخضره في داكشي اللي كتصايبوا باش كيجي داكشي صحي وكيفيدكم ويفيد وليداتكم. حيت الخضره اكثريه ما كيبغيوهاش الوليدات، من الاحسن تدخلوها مع الكفته بحال هكا، ما كيعيقوش بها وكيستافدوا منها. هنا كنكور كويرات وكنديرهم بحال هكا في دقيق عادي بيض فيه شويه ديال الكمون وشويه الملحه صافي. وكنسخن المقله ديالي مزيان، كندير فيها شويه ديال الزيت وكنحطهم فيها حتى كيتقلاو من كلتا الجهتين، من الفوق ومن التحت. وكنبقى بحال هكا مستمره كندير وحيده بوحيده حتى كنكمل الكفيته اللي عندي كلها وكنحطها جانبا تبرد. وكنخرج هذا الفرماج ديال الساندويتش، كنخرجو من الثلاجه كنديرو فوق من الكفيته ديالي كتكون سخونه، يعني من الاحسن باش كيلصق في داك الكفيته بحال كيذوب، كيجي كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. وهنا غادي نبدا بالخبز ديال البرجر اللي صايبت معكم. غادي نبدا نحل وحيده بوحيده بحال هكا. وغادي ندير اول حاجه لاصوص ديال المايونيز، موراها غندير لاصوص ديال الجيريان اللي كتكون حاره شويه. وهنا كندير شويه ديال الكيتشوب حيتاش حلو كيعطي واحد المذاق زوين. وكنبدا نفرق ديك لاصوص على الجهتين، الخبيزه اللي لتحت والخبيزه اللي الفوق. المهم نتوما راكم فهمتوني. وهنايا كندير شويه ديال الخس، وكندير طريفات ديال الكورنيشو. ممكن تضيفوا قطع من مطيشه، ممكن تضيفوا قطع من الخيار. انا ما توفروش عندي وما كتعجبنيش مطيشه في هاد لي برجر بحال هكا ما درتهمش. وهنا درت قطعه ديال لانشون، ودرت هذيك الكفيته اللي عندي مغطيه بالفرماج، وكندير من فوق منها واحد طريف ديال الخس، غير اضافه هذيك وصافي. المهم كنغطيها بحال هكا وكنخليها. كندوزو عاوتاني للثانيه بحال هكا. راه باين الطريقه ديال البرجر كتجي زويونه
وشي حاجه ديال الدار صحيه، يعني كتعرفوا راسكم شنو كتاكلوا، يعني ماشي بحال غتصايبوا شي حاجه من الزنقه ولا غتشريوها ديال الزنقه. من الاحسن بحال هاد المأكولات هادي تصايبيها في دارك، خصوصا اللي عندها الوليدات بزاف. يعني الوليدات لا قدر الله دغيا كيمرضوا، المناعه ديالهم قليله، من الاحسن صايبي لهم داكشي في الدار. انا نفس الطريقه كندير لي صوص، كندير بحال هكا، كنسرح ديك لي صوص على الجهتين ديال البرجر، ديال الخبز البرجر، من هذيك الجهه ومن هذيك الجهه كنسرح مزيان. ممكن تضيفي شويه الهريسه، انا ما ضفتهاش، يعني ما كاينلاش هذيك لاصوص الجيريان حاره شويه. هنا كندير الخس نفس الطريقه، كندير الكورنيشو طريفات، كيعطي واحد المذاق رائع الكورنيشو. كندير الكفيته ديالي، كندير عليها طريف ديال الفرماج، طريف ديال اللانشون بحال هكا، طريف د الخس، وكنزيد شويه ديال الكيتشوب، وكنغطي من الفوق الساندويتشات ديالي. وها هما الساندويتشات ديال البرجر ديالي واجد تبارك الله، كيجي رائع بهذا الخبز هذا، كيجي رطب الخبز ديالو، واخا تحتفظوا به شحال ما احتفظتوا به كيبقى رطب وكيبقى مفشفش، ما فيه لا زبده لا بيض لا حتى شي حاجه. يعني جد اقتصادي وسهل وحاجه صحيه في داركم. وكنقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.